في خبر محزن ومؤلم، العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي يفارق الحياة بعد تشبثه بها لأكثر من 3 أشهر وفشل كل محاولات إنقاذه، وحالة من الحزن الشديد تسيطر على جميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي بسبب فقدان واحد من أفضل من عملوا في مجلس إدارة الأهلي عبر تاريخ النادي، وظل طوال عمره في خدمة الأهلي وجماهيره، ولم يتأخر يوما عن تلبية أي طلب لأي من أعضاء النادي. قناة النادي الأهلي توقف البث حدادا على وفاة العمري فاروق، والنادي يعلن الحداد لمدة 3 أيام. عائلة العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي تؤكد أن صلاة الجنازة ستكون بمسجد الشرطة بأكتوبر بعد صلاة العصر اليوم، ووزير الرياضة أشرف صبحي ومحمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤولين من إدارة الزمالك ومعظم الأندية المصرية يبدأون التوافد إلى هناك ليؤكد أن فرص لحاقه بنهائي دور الأبطال والمباريات الحاسمة في بطولة الدوري واردة. الطبيب الألماني الذي أجرى العملية الجراحية للشناوي يؤكد لطبيب الأهلي أن حارس الفريق يمكنه التدريب بشكل منفرد والجري حول الملعب بعد شهرين من إجراء العملية، ولكن لا يمكن العودة للمشاركة في المباريات قبل 3 أشهر على الأقل، ويؤكد على ضرورة عدم الاستعجال والالتزام بهذه المدة حتى لا تحدث انتكاسات جديدة، وخصوصا أنه حارس مرمى وليس لاعب عادي، ويكون هناك احتكاك دائما بمفصل الكتف سواء في التدريبات أو المباريات. طبيب المنتخب الوطني يرفض ضغوط إمام عاشور للمشاركة أساسيا أمام الكونغو رغم كتابة اللاعب تعهد على نفسه، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الطبي الخاص بإصابات ارتجاج المخ. اتحاد الكرة يقرر ذبح عجل وتوزيعه على الفقراء والمساكين في كوتوفار قبل لقاء الكونغو لتحصين اللاعبين من الإصابات. الأهلي يواجه حتى الإماراتي في 13 عصرا اليوم قبل ختام معسكره في الإمارات والعودة للقاهرة. معلول ردا على أنباء اعتزال اللعب الدولي، هذا القرار إن صح سأعلن عنه مباشرة وسيسمعه الجمهور مني شخصيا وليس من أي طرف آخر. بعد كل بطولة تخرج مثل هذه الأخبار أشعر بخيبة الأمل مما حدث مع الفريق، ونتحمل جميعا المسؤولية ويجب محاولة الإصلاح. مصدر بالأهلي يؤكد أن محمد أبو جبل كان الخيار الأول لتدعيم حراسة مرمى الفريق بعد إصابة الشناوي، لكن ميشيل يانكون مدرب الحراس ومارسيل كولر اتفقوا على أن تكون الأولوية لمحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا لتراجع مستوى أبو جبل مع البنك الأهلي مؤخرا، واستقبال مرمى 17 هدف في 11 مباراة للفريق، وفي المقابل استقبال محمد بسام 9 أهداف فقط في 9 مباريات. ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط، بل وضع ميشيل يانكون علي لطفي كخيار تاني في حال لم تنجح الجهود في ضم محمد بسام. وبعدما تم استطلاع رأي أبو جبل ورحب باللعب للفريق، أبلغ كولر إدارة النادي باتفاقه مع ميشيل يانكون وتفضيلهم محمد بسام أو علي لطفي على أبو جبل، ليتحرك النادي بشكل رسمي للتعاقد مع حارس سيراميكا لتلبية رغبة الجهاز الفني. وفي نفس الوقت استطلاع رأي نادي زد للحصول على خدمات علي لطفي في حال فشلت محاولات ضم محمد بسام. الأهلي يفاضل بين 13 و 14 فبراير المقبل للسفر بطائرة خاصة للجزائر لخوض مواجهة شباب بلوزداد. كولر يتفق مع الأهلي على إقامة مباراة ودية لفريق 2003 مع أحد فرق دوري المحترفين بعد عودته من الإمارات لكي يشاهد الخماسي الغاني الذي يخضع لفترة معايشة في المباراة عن قرب ويقدر على الحكم على مستواهم. تحسن كبير في حالة رضا سليم وفحوصات طبية جديدة للاعب بعد عودة الفريق من الإمارات لتحديد موعد عودته للملاعب. الأهلي ينفي توقيع عقوبات مالية جديدة على صلاح محسن بسبب عدم خوض التدريبات في استاد التتش في فترة تواجد الفريق في الإمارات، ويؤكد أنه يعلم تماما أن اللاعب منشغل بتحديد مستقبله بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني. سفارة مصر بكوتوفار تنسق مع الجالية المصرية هناك لتوفير باصات لنقلهم لسان بيدرو لمؤازرة المنتخب الذي سيخوض مواجهة الكونغو هناك، وتنسق مع المسؤولين في مصر لاستقبال طائرات الجماهير التي ستأتي من القاهرة. انتقادات كبيرة للكاف بسبب غياب إمام عاشور ومصطفى محمد عن التشكيل المثالي لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية، واختيار معظم اللاعبين من السنغال والمغرب. ميدو يؤكد أنه لم يكن يقصد سوى الهزار بالتغريدة التي نشرها عن صلاح في الساعات الماضية، وأنه تفاجأ بردود الفعل بعدها. بشير التبع ينتقد وكيل محمد صلاح بعد هجوم الناري على نجوم مصر السابقين بسبب صلاح، ويؤكد أن الحدة التي تحدث بها وكيل اللاعب لا تليق أبدا. فيوتشر يقرر تعيين حسام حسن مدربا للفريق بعد إقالة مساعد مورينيو السابق. يورجن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري. أبها السعودي يعلن تعاقده مع موسيماني مدرب الأهلي السابق لتدريب الفريق.
أندية الدوري السعودي تستهدف ضم إسكو لاعب ريال بيتيس. أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يؤكد توصل نادي الاتفاق مع محمد عواد ومحمد صبحي على التجديد. علاء ميهوب مدير الكرة في فيوتشر يؤكد أن نادي لا يمانع انتقال ناصر ماهر للزمالك بشرط أن يحقق مكاسب مالية وفنية. إكرام الشحات حارس النادي الأهلي السابق مش مصدق حتى الآن إن محمد الشناوي اتصاب، ولما شفت الكرة ما حسيتش إن الإصابة هتكون خلع في الكتف، ولكن الشناوي إن شاء الله يرجع معافى سريعا للملاعب. الإصابة بخلع في الكتف ليس لها علاقة بالحالة النفسية، ولا أعتقد أن تكون بسبب الانتقادات التي كان يتعرض لها. الحالة النفسية تتسبب في الإصابات العضلية فقط. مصطفى شوبير هو أفضل بديل للشناوي في المرحلة القادمة. شوبير لعب نهائي أفريقيا من قبل ولازم ياخد فرصة، ولو أثبت وجوده يكمل، ولو لم يثبت وجوده الأهلي يشوف حارس بديل. والأهلي لو يرغب في ضم حارس مرمى فأرشح له التعاقد مع محمد صبحي، هو أفضل من الحراس المعروضين على الفريق الأحمر حاليا مع احترامي لهم. محمد بسام ومحمد أبو جبل وعلي لطفي لا يصلحون للنادي الأهلي بسبب المستوى الذي ظهروا به مع أنديتهم هذا الموسم. وزير الشباب والرياضة: أقدم التهنئة لمنتخب مصر على التأهل من دور المجموعات. حققنا المهم وهو التأهل. هناك فرق ومنتخبات كبيرة بدأت متعثرة ووصلت لأبعد مسافة، ويجب أن نثق في منتخبنا الوطني. عناصرنا كلها متكاملة والأداء تحسن في المباراة الماضية. أحلام المصريين ومشاعرها كلها مع كرة القدم، ودور ال16 إما اللعب بشكل جيد أو توديع البطولة، ولا يوجد أمامنا رفاهية غير أننا ندعم المنتخب. بقدر المحبة يكون العتاب. المصريين يروا في صلاح الشخص الذي حقق ما لم ينجح غيره في تحقيقه لسنوات طويلة، ويقولون أن تجربة صلاح فريدة. الجماهير تحب صلاح وتطلب منه تصرفات معينة، وصلاح يحب مصر وانتماءه لها، لذا علينا استبعاد عامل التخاذل. إدارة الموقف مطلوبة، ومصر تمتلك جهاز طب رياضي على أعلى مستوى، وسفره كان من أجل سرعة استشفائه وعودته للمنتخب، ومنتخبنا كله رجالة ورأينا قتالهم. متواصلين مع بعثة المنتخب باستمرار ومع حازم إمام وخالد الدرندلي، ومنتخب مصر كله رجال وعلى قدر المسؤولية. ويوجد تقارب كبير في المستويات بالنسخة الحالية في كأس الأمم الإفريقية بين المنتخبات، وهو ما يؤكد أن مهمة حصد اللقب صعبة. محمود فايز المدرب العام لمنتخب سوريا: كان لنا تجربة مع منتخب الكونغو وكنا على وشك التأهل لكأس العالم. مباراة الكونغو ستكون صعبة جدا، ولديهم لاعبين مميزين جدا على الجانب الفردي ويلعبون في أندية كبيرة. هو منتخب متكامل كأفراد، ولكن على المستوى الجماعي ينقصهم كثير من العمل، ويمتلكون السرعات ومنتخب متطور، ومصر قادرة على تحقيق المكسب ببعض التركيز. كنا نتابع مباراة مصر والرأس الأخضر وكنا سعداء للغاية مع اللاعبين السوريين بهدف مصطفى محمد، ونتمنى تحقيق الفوز في المباراة القادمة والصعود لدور الثمانية. يجب أن نستغل تقدم ظاهري الكونغو للأمام ونستغل سرعات تريزيجيه ومرموش. هم يفتقدون الصبر ويريدون أن يلعبوا كرة قدم جيدة والهجوم بكثافة، ولا بد من عدم منحهم أي مساحات لكي لا يستغلوا سرعتهم، ويجب أن نعتمد على الهجمة المرتدة. غياب إمام عاشور خسارة لمنتخب مصر، ولكن لدينا حمدي فتحي ومحمد النني ومروان عطية وقادرين على تعويض غيابه. فيتوريا كان يسير بشكل جيد قبل البطولة، ولكن أفريقيا هي المحك الحقيقي بالنسبة للمدرب، ولم يظهر بشكل قوي حتى الآن، ولدي انطباع بأنه مغضوض. وفوجئت بملامح وجه المدرب البرتغالي في مباريات الدور الأول، حتى كوبر لاحظ ذلك، خصوصا أنه يعرفه جيدا من وقت تدريبه في الدوري البرتغالي. وأتمنى أن يتم تدارك الأمور. منتخب مصر في النسخة السابقة مع كروش كان دفاعيا أفضل بكثير، لكننا استقبلنا حاليا 6 أهداف، وهو ما يقلق في الأمر، رغم أننا نمتلك حجازي وعبد المنعم وهم من المدافعين الجيدين، ويوجد علي جبر وأيضا ياسر إبراهيم الذين تواجدوا في كأس العالم سواء للمنتخبات أو الأندية. استقبال هدفين في كل لقاء أمر غير جيد مطلقا بالنسبة لمنتخبنا الوطني.